بيقول كنا بنربي الاغنام ولما تكبر كنا ناخدها عشان نروح نبيعها في السوق. في يوم البيت بتاعي كان فاضي واولادي كانوا جعانين، فرحت اشوف ايه الاغنام اللي ممكن ابيعها عشان اجيب لهم اكل. فرحت ما لقيتش غير خروف واحد هو اللي ينفع ابيعه، فاخدته وبدات طريقي للسوق. وانا في الطريق قابلت واحد راجل كان معاه 10 اغنام او اكتر برضه رايح يبيعها في السوق، فمشينا مع بعض. في الطريق قابلنا خيمه واقف جنبها 3 اطفال كانوا جعانين جدا وشكلهم فقير جدا. سالتهم فين باباكم؟ قالوا لي بابانا مش موجود. قلت لهم طب فين امكم؟ امنا لسه والده امبارح ونايمه جوه. فقلت لصاحبي ايه رايك تذبح لهم خروف من اللي معاك ونص عليك ونص عليا؟ فصاحبي غضب وتعصب جدا وقال لي مش هذبح حاجه من الخرفان بتاعتي، عاوز تذبح اذبح الخروف اللي معاك. قلت له خلاص براحتك، طبعا هذبح الخروف اللي معايا ومش هسيبهم جعانين. وفعلا ذبحت الخروف واكلتهم واكلت امهم وتعشيت انا وصاحبي. وبعدين قلت له خلاص انا مش محتاج ان انا اروح السوق، انا هروح اعدي على واحد قريبنا ساكن قريب من هنا. وفعلا رحت عند قريبي وطلبت منه ان هو يسلفني ووافق، بس كنا بالليل فانتظرت الصبح علشان خاطر اعرف امشي شويه. وخرجت اتمشى لقيت جنب الخيمه لمحت حاجه بتلمع، بمسكها لقيتها جلد جواها قطع فلوس ذهبيه. افتكرت على طول اللي انا عملته مع الاطفال وامهم وعرفت ان ده عوض ربنا ليا. والصبح لما صحيت رحت عشان اشتري الحاجات اللي اولادي محتاجينها من السوق. وانا راجع قابلت صاحبي صاحب الخرفان، لقيته حزين ومهموم. فسالته انت بعت الخرفان؟ قال لي لا. وانا ماشي الدنيا مطرت جامد جدا وكان في سيول وكنت في الوادي. السيول قعدت تاخد الاغنام مني وانا نفسي كنت هغرق، بس يا دوب قدرت انجو وكل الاغنام راحت في السيول. سبحان الله، من سار جابرا للخواطر انجاه الله من جوف المخاطر.